السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض طبق كده بليلة. حلو جدا جدا، سخن يدفي كده في الجو الساقع اللي احنا فيه. جميل جدا جدا. يلا بينا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس حبايبي يا ريت ما تنسونيش باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، دعما منكم للقناة علشان تكبر بيكم. بصوا بقى، انا هنا عندي كوباية من الغلة او القمح. الغلة ديت انا مستخدمة النوع اللي هو مقشور منه. القشرة بتاعته دي بتبقى مقشور منها جزء. تمام كده، عشان في غلة بتبقى الحباية كاملة والقشرة كاملة. فانت استخدمي النوع اللي يعجبك، الاتنين بيستخدموا عادي خالص. تمام، بس دي متاخدش سوا زي التانية. يعني دي بتستوي بسرعة، حطيها على النار بتستوي بسرعة. التانية بتغيب شوية في السوا، بس هو ده الفرق بينهم. ودي كمان بتبقى يعني ايه، طرية شوية وانتي بتاكليها. التانية بتبقى تندغ سنة. فانتي المتوفر عندك استخدميه، والاتنين متوفرين عند اي عطار. طبعا انا نقعت الغلة بتاعتي 4 ساعات. لو هتستخدمي الحباية الكاملة هتنقعيها مدة اطول من كده، يعني مثلا 6 ساعات 7 ساعات. هنشطف بقى الغلة بتاعتنا ونصفيها ونحطها على البوتاجاز في مية نظيفة على نار هادية. زي ما انتوا شايفين كده، انا سبتها طبعا على نار هادية خالص لحد ما لقيت الغلة بتاعتي او القمحاية فتحت كده واستوت وفشرت معايا زي ما بيقولوا. الحباية فتحت كده، تلاقيها الحباية فتحت معاكي، يبقى كده الحبة بتاعتك استوت. شايفين؟ اهو. بصوا بقى، احنا هنا كده خلاص القمح بتاعنا او الغلة بقى تمام واستوى. هنحط له ايه بقى؟ هنحط له سكر. السكر طبعا حليه على حسب رغبتك. تمام. آه انا هحط له يعني زي 3 4 معالق. انا مستخدمة كوباية واحدة، انتي برضو ممكن تستخدمي اكتر من كده لو اولادك بيحبوها قوي. وكل ليلة كده تسخني جزء وتحطي منه اللبن. يعني لو هتعملي كمية كبيرة تسلقيها وتسيبيها مسلوقة كده من غير اي اضافات، تشيليها في التلاجة. لما تعوزي تحطي عليها اللبن وتسخنيها في ساعتها. تمام. يعني مرحلة اللبن دي بقى ما تحطيهاش غير لما تيجي يعني ايه تصبي في الاطباق بتاعتك. عايزه اقول لكم بقى، طعمها حلو جدا جدا، بتدفي ومفيده، والناس اللي هي بره مصر ما تعرفهاش. حلوه جدا جدا ومفيده. انا هنا طبعا حطيت اللبن او الحليب. عايزه اقول لكم اي نوع لبن عندك، شركات او لبن فلاحي، هيبقى كويس جدا. كمان بقى لو حطيتي كده معلقتين قشطة عليها بيخلوها تحفة تحفة تحفة. عايزة اقول لكم بقى طبعا هي كده بقت جاهزة معانا. يبقى كده البليلة معانا جاهزة. تشربيها بقى كده بالمعلقة. يا ريت بقى اللي وصل معايا لحد هنا من الفيديو ما ينساش يضغط اشتراك ولايك. اللايك يا جماعة هو اللي بيوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات. طبعا اللي بيتفرج على الفيديو مش بيضغط لايك، الفيديو مش بيوصل لأكبر عدد. تمام. فانتوا يعني ادعموني علشان القناة تكبر. اضغطوا لايك، وكمان اللي اول مرة يدخل القناة يضغط اشتراك ويفعل زر الجرس. انا هنا زي ما قلت لكم البليلة كده بقت تمام وخلاص كده جاهزة. بس انا بقى هحط لها معلقتين 2 نشا. يعني انا جبت معلقتين 2 من النشا وحطيت عليهم نص كوباية من اللبن. دوبتهم كويس قوي ونزلت بيهم زي ما انتوا شايفين كده سرسوب بسيط خالص. وهجيب المضرب بقى اليدوي واقلب كده البليلة بتاعتي كويس. انا عايزة قوامها يبقى تقيل زي المهلبية، علشان ولادي مش بيحبوها تبقى خفيفة كده ويشربوها شرب. لا، هم عايزين ياكلوها بالمعلقة. تمام. فانا عايزه قوامها يبقى تقيل. فانت براحتك، عايزه هتبقى خفيفه ما تحطلهاش النشا. عايزاها تبقى قوامها كده تقيل شويه، حط لها معلقتين النشا دول هيربطوها معاكي ويخلوا قوامها زي ما انت شايفه. فدي حاجه براحتك خالص. عايزه تعملي كده زي ما انا عملت وتحطي نشا، براحتك.
انا عملت كده علشان زي ما قلت لكم ولادي بيحبوها كده. طبعا بقى انا حطيتها كده في الاطباق، وهنحط طبعا مكسرات على قد الامكانيات بتاعتنا، وكل واحد وامكانياته. اللي عنده اي نوع مكسرات تاني وعايز يحط براحته خالص. تمام. طبعا في المحلات يا بنات بيحطوا لها بقى مكسرات فستق ولوز وعين جمل وحاجات من دي، وكمان بيحطوا لها معلقة كده من القشطة، طبعا بتخلي طعمها فظيع. فانتي كل واحد وامكانياته.